انا في رمضان اساسي معايا ان السكر عالي. يعني حصلت لك قبل كده انك تقيس السكر قبل ما تنام تلاقيه كويس، وتيجي تقيسه وانت صايم تلاقيه بقى عالي؟ طب ليه ده بيحصل؟ طبعا ده خلل في الهرمونات اللي بتنظم السكر، زي الانسولين، جلوكاجون، كورتيزون. لما التوازن بينهم بيختل الكبد بيزود السكر في الدم حتى لو انت مش واكل حاجه. ايوه بس ليه بقى السكر بيتلخبط اكتر في رمضان؟ قله الحركه والعادات الغذائيه الغلط، مقليات، نشويات، حلويات كتير في الفطار. والغلطه الاكبر انك توقف العلاج فجاه عشان انا كده كده صايم وهظبط اكلي، وده اللي بيسبب ارتفاع السكر في الدم. وطبعا الجفاف، بنفضل ندخل حمام كتير عشان جسمنا يتخلص من السكر الزياده في الدم، وخلي بالك ده بيزود فرصه حدوث جلطات في المخ. طب والحل؟ لازم تزور دكتورك قبل رمضان عشان يظبط لك جرعات الدواء ومواعيدها. والاكل قسمه بين الفطار والسحور، ويا ريت بقى نقلل النشويات والحلويات ونحاول ناكل اكل صحي. واهم حاجه طبعا نشرب ميه كفايه عشان نحافظ على توازن السوائل في جسمنا. فمهم جدا نلتزم بالتعليمات دي، عشان اللي ما يلتزمش بيها هتلاقيه دايما بيقول لك